أهلا وسهلا بيكم متابعين قناة حكايات ميرو في حكاية جديدة وحلقة جديدة. الحلقة دي جايين نتكلم عن الخناقة اللي حصلت بين ميدو عادل ولقاء سويدان. خرج الفنان المصري ميدو عادل عن صمته بعد يومين من الجدل حول واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان ليه في كواليس مسرحية سيد درويش اللي تم تقديمها على مدار 4 سنوات بين القاهرة والإسكندرية، وانتهت بمشكلة بينهم وصلت للشؤون القانونية. رد ميدو عادل على صفحة لقاء سويدان ليه متصدر الترند بتفاصيل الأزمة المشتعلة بينهم، منوه عن تعرضه للاستفزاز طول مدة عرض المسرحية بشهادة الشهود. وقال ميدو عادل في تصريحات مصورة المرة دي: كل الناس اللي كانوا حواليا دول شهود عيان اللي كانوا بيقولولي هي هتموت وتستفزك، وكل يوم لمدة 30 ليلة سواء في اسكندرية أو القاهرة كانت بتحاول تخلق مشكلة، وهم يقولولي اهدى